بالتزامن مع الزوبعة التي أثارتها تصريحات دفاع ناصر الزفزافي ممثلا في إسحاق شارية ومحمد زياني اللذين اتهما إلياس العمري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة بتحريض الزفزافي على التآمر على الملك، وفتحت السلطات تحقيقا في الموضوع. قالت مصادر صحفية أن إلياس سافر مع أسرته أخيرا إلى فرنسا، وتحديدا إلى مدينة فرساي لقضاء بعض الوقت هناك. الاتهامات التي وجهت إلى إلياس جاءت بعد تراجعه عن استقالته من قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، ومقاومته محاولات إبعاده عن الحزب، وتكرار ظهوره المثير للجدل، خاصة ركوبه طائرة الفريق الوطني لكرة القدم لخوض مباراته في الكوت ديفوار دون أن تكون له صفة رسمية.